هو دلوقتي اللعيب اللي مش عايز يجدد او عايز يمشي او عايز ياخد فلوس كتير او ايا كان يعني بقى عادي يعني اللي في المدرج يتشتم كمية الشتايم دي؟ يعني ده موضوع بقى عادي؟ يعني ده موضوع طبيعي؟ يعني ما انا عايز افهم برضه عشان الموضوع يعني الموضوع في مصر بقى شيء صعب جدا. اهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج في الأوضة. انا النهارده اتكلم عن موضوع مهم جدا الا وهو شتيمة الجماهير للعيبة. وخلاص الجماهير دلوقتي بقى الموضوع بقى في مرحلة صعبة جدا، والموضوع وصل لمرحلة انا مش قادر اتخيلها. دلوقتي زيزو عايز يجدد، ناخدها واحدة واحدة. زيزو عايز يجدد ب 100 مليون، ب 200 مليون. الزمالك قادر يديله 200 مليون، يديله 200 مليون ويجدد. الزمالك مش قادر يديله 200 مليون، يمشي. زيزو عايز يروح الاهلي ومش عايز يقعد في الزمالك، يروح الاهلي. زيزو مش عايز يلعب ومستواه وقع، هو اللي هيخسر. كل اللي انا بقوله لك ده وكل الحاجات دي ملهاش اي علاقة بكمية الشتايم اللي بقت بتحصل في المدرج علنيا كل يوم للعيبة. بقى شيء صعب وبقى شيء، المشكلة الموضوع اللي مضايقني اللي هو بقى عادي. يا جماعة أقسم بالله مفيش حق يخلي أي حد يعني مفيش حاجة اسمها جمهور ما بيغلطش، مفيش حاجة اسمها جمهور بره النقد، مفيش حاجة اسمها ما ينفعش ترد على الجمهور، مفيش حاجة اسمها الجمهور لا يعاد. يا جماعة مفيش الكلام ده، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها جمهور أصلا. أنا مش جمهور، أنا اسمي سيف، وأنت اسمك حسام، وأنت محمد، وأنا سامي. ايا كان انت شخص هتتحاسب على تصرفاتك وهتتحاسب على اقوالك. فدلوقتي الشخص اللي بيبقى واقف في المدرج وبيمسك لعيب، سيبك بقى من اللعيب، سيبك من اللعيب وسيبك من اللعيب وجمهور، احنا دلوقتي مش بنتكلم في لعيب وجمهور. شخص بيشتم شخص بأسوأ الألفاظ اللي ممكن تتقال لواحد. ليه بقى؟ عشان الشخص ده في شغله مقصر في شغله او مش مقصر او عايز يجدد او عايز يمشي. فالشخص ده خلاص ادى الحق لنفسه اللي هو يشتمه بأسوأ الالفاظ الممكنه في الدنيا. الشخص اللي بيشتم وشخص قليل الادب ده هو اللي واخد الحمايه، يعني هو اللي الحمايه معاه. الشخص اللي بيتشتم ده لو رد عليه الناس كلها تطلع تقول لك انت ازاي بترد عليه؟ ده لا، ده ما بيطردش عليه، ده فوق النقد. لا والله، ده انت هتعديه، ده ما ينفعش ترد عليه. بجد ده اللي بيحصل في مصر بجد. واحد بيتشتم، واحد بيشتم، اللي بيشتم محمي واللي بيتشتم لو رد عليه اللي بيتشتم ده بيقول له انت ازاي ترد عليه ومش مسموح لك ان انت ترد عليه. لعيبه الكوره في مصر كلها بتسمع كميه شتايم. انا مش قادر يعني انا مش يعني ليه يا جماعه الموضوع؟ يعني انت مين اللي ادالك الحق تعمل كده؟ والموضوع بقى اللي مضايقني اكتر واللي تعبني اكتر ان الاعلام في مصر الساده الافاضل كلهم مفيش ولا واحد بيتكلم في الموضوع ده. الناس خايفة تقول ان الجمهور غلطان، الناس خايفة تقول اللي ده ما ينفعش. ليه؟ لان الجمهور ده هو اللي بيتفرج عليا. الجمهور ده لما انا اطلع اقول اللي دي قلة ادب واللي بيحصل ده ما ينفعش، الجماهير ده تطلع عليها تعمل عليها حملات. فانا لا يا عم، انا ليه اعدي نفسي واحط نفسي مع الجماهير؟ الجماهير المفروض الجماهير لا تعادى، ما مش احط نفسي مع الجماهير. تلاقي الموضوع مفتوح. يعني امبارح بعد ماتش بيراميدز سايبين تهمة السب، يعني في تهمة سب وقذف حصلت في المدرج، سب وقذف كاملة علنيا. يعني دي قضية أساسا ممكن يتاخد فيها 3 سنين، قضية حقيقية فعلا، قضية سب وقذف، حكم 3 سنين وأنت نايم. يعني أي محامي هيجيب لك يعني ومتصورة ونازلة وكل حاجة. الإعلام في مصر سايب الكلام ده وبيطلع يتكلم عن زيزو ويقول له أنت إيه رأيك في زيزو؟ وأنت شايف إن زيزو يكمل؟ أنت شايف إن زيزو غلطان؟ أنت شايف إن زيزو مقصر؟ انت ليه شايف ان زيزو ما يأثر؟ لا يمشي مع كامل احترامي يعني لزيزو، ولا ما يمشيش، ولا يجدد ولا ما يجددش؟ ده مالكش الحق اللي انت ايا كان الشخص مدى تأثيره ما يدكش الحق اللي انت تشتمه. انت متضايق من زيزو كرويا ومتضايق ان زيزو مش بيأدي في الملعب، عندك مليون وصف كروي تقدر تنتقده بيه. انا مش ضد النقد خالص. هو اي شخص في الدنيا، انت دلوقتي لعيب كوره او شخص مشهور، فانت خلاص حطيت في زون اللي انت تتقبل اراء الناس، بس تتقبل اراء الناس. مش عايز اقول لك المحترمه بقى اللي انا مش شخص عشان يطلع يكلمك لازم يكون بدله يعني. لا يا عم، تتقبل الراي المقبول. يعني عندك، يعني انا ممكن اقول لك مثلا زيزو ما بيعرفش يلعب، زيزو مبطل، زيزو مش قادر يجري، زيزو ما يستحقش 20 جنيه، زيزو ما يستحقش اصلا يلعب في الزمالك. يا عم اقول لك على حاجه لو زودتها شويه، اقول لك يا عم زيزو يغور في ده، يروح يروح الاهلي مش عايزينه. انا مش هشوف شكله تاني في النادي.
كلها شتايم وكلها حاجات، بس دي حاجات مقبوله. يعني حاجات دي هنا اقول لك انا فعلا متضايق، فالحاجات دي بتطلع مني عشان متضايق، فبطلع طاقتي وبطلع غلي. فهنا دي حاجات طبيعيه، وحاجات هنا اقدر افهمها، اقدر افهم. لكن تقف في المدرج تقول لام وابوك وخالك وستك وعيلتك عشان انت متضايق، لا انت مش متضايق، انت قليل ادب. انت بقى انا يعني مش يعني خلاص بقى مش هتكلم عن زيزو، يعني سواء زيزو او ايا كان. على فكره الموضوع ده في مصر مش مع زيزو بس، كل لعيب في مصر بيحصل معاه الحوار ده. يعني الكلام ده دلوقتي برضه مع اكرم توفيق في الاهلي، والناس اللي بتحضر ماتشات الاهلي هتفهم الكلام ده. بيتشتم كميه شتايم يعني. يعني يا جماعه، والله العظيم ما فيش حاجه اسمها كده في الدنيا. تخيل انت مثلا في شغلك عايز تمشي او عايز تقعد، او بتتكلم على الاداره اللي انت عايز زياده ايا كان، تلاقي واحد بيقيمك وبيشتمك على الحاجات الشخصيه اللي انت عايز تاخدها في حياتك. انت لا تملك الا راي فني. الجمهور يا جماعه افهموا، الجمهور لا يملك الا الراي الفني. رايك الفني ان زوب بيعرفش يلعب، اطلع زوب بيعرفش يلعب. ده راي، هو ده. اي راي تاني انت كده ده انت كده خرجت بره الاطار. انا اطاري كمشجع راي فني، اطلع اقول لك ده بيعرف يلعب وده ما بيعرفش يلعب، وده يمشي وده يقعد، وده مش عايزه وده يستحق وده ما يستحقش. ده اللي انا اقدر اقوله. لكن اخش في خناقه، لكن اخش في مشكله شخصيه مع شخص، ده مش من حقي. هنا اتحاسب عليه. هنا المفروض الاعلام في مصر يوجه الموضوع ده، لان الموضوع بيزيد، وكل ماتش الموضوع بيزيد في المدرجات، لان الناس دي مش بتلاقي اي نقد نهائي. الناس ما بتتكلمش خالص، ده بالعكس، ده بيلاقي نفسه. يعني اللاعب لما بيصور وهو بيشتم زيزو، ده هو نفسه اللي بينزلها، لانه عارف اللي هو هيتشهر، الناس تقول لك الله اكبر عليك يا ابن وحش، هم دول المدرج الرجاله. فانا ده انا بتصيد. ده لما بشتم اللعيب الناس بتفرح بيا. ده انا فيديوهات بتملى السوشيال ميديا. ده انا مفيش حد بيكلمني. ما خلاص كل ماتش هتلاقي خلاص بقى الموضوع بقى عادي. لكن الاعلام والميديا لو وقفت للموضوع ده، والاعلام بقى واقف الموضوع ده، والموضوع ده ما ينفعش، ودي قله ادب، وبقى بيطلع الناس، والناس اللي بتعمل كده وشوشها بتيجي في الفيديوهات تجيبها وتحاسبها، مفيش ذكر هيخش المدرج هيقول كلمه. انا ما بقولكش ان الكلام في الكوره غلط، يعني اتكلم في الكوره واغلط واشتم، بس الشتايم يعني حاجات مقبوله، يعني زي ما قلت لك. يعني لو طلع غلك، احنا مش في الجنه، فاهم؟ فانت طبيعي لما تتضايق طبيعي هتغلط، بس في غلط يتقبل وغلط ما يتقبلش. في غلط تابع عن افعال، عن انت منفعل. في غلط تابع عن انت قليل الادب، في فرق كبير ما بينهم. وفي نقطه بقى تانية بتضايقني اكتر، تلاقي الجمهور طالع يقول لك اللعيب ده احنا اللي عملناه. يعني لا، يعني استغفر ربنا يا اخي. يعني انت اللي عملته يا اخي. يعني العيب بيلعب من هو عنده 10 سنين، بقاله 20 سنة بيلعب كورة، اتمرمط في أندية مصر كلها، بيشتغل على نفسه واجتهد لغاية ما وصل لأهلي أو زمالك، وبقى بياخد ملايين، وعايش في حتة تانية، ونقل مستوى عيلته في حتة تانية، وراجل تعب وربنا وفقه على تعبه ده. وانت طالع مع كامل احترامي لحضرتك، يعني بتقبض 3000 جنيه، وتقول انا اللي عملتك. عملت ايه يا راجل؟ يا راجل مفيش كده يا جدعان، في الدنيا مفيش حد بيعمل حد. هو بناء على تعبه ومجهوده، هو ربنا كرمه. هو لعيبة الكورة بتقدم لك شيء، وانا كجمهور بشوف الشيء ده فبستمتع بيه. فهو اللعيب بيستفاد لما هو بيقدم لي الشيء ده، وانت كجمهور بتستفاد، اللي انت بتبقى احسن، مزاجك بيبقى رايق. فهو بيستفاد منك وانت بتستفاد منه، هي الاستفادة متبادلة. فهو بيبسطك، وانت لما بيبسطك فبتشجعه، فهو بيتصير وانت اتبسطت. لكن مش معنى كده اللي انت اللي عملته. مفيش، يعني ايه، يعني انا اللي عملته، احنا ما بنعملش حد، مفيش بشر بتعمل بشر. فاللي انا عايز اقوله، اللي لازم الموضوع ده يتعمل له وقفه، ولازم الناس تتكلم في الموضوع ده يا جماعه. ما تطلعش يعني رساله للاعلام ورساله للناس اللي يهمها الامر، ما تطلعش تتكلم على اللعيب، ما تقولش اللعيب ده عايز يجدد ولا مش عايز يجدد. اللعيب ده اللعيب يعمل اللي هو عايزه، ده هو حر في اختياراته. لكن تطلع تتكلم عن قله الادب، وتطلع تتكلم عن التجاوزات اللي بتحصل في حق الشخص، لان ده دورك. فاتمنى الموضوع ينتهي، واتمنى الموضوع يحصل فيه كنترول شويه في المدرجات في مصر. لازم الموضوع يحصل فيه كنترول، لان الموضوع بقى زايد قوي عن حده. وبس كده يا صديقي، هستنى رايك في الكومنتات، تقول لي ايه وجهة نظرك. هل انت شايف ان الجمهور من حقه يغلط في اي حد، ومن حقه يقول اللي هو عايزه من غير ما حد يكلمه، ولا ان لا، الجمهور مش من حقه ولازم يحصل وقفة للموضوع ده؟
فبس كده يا صديقي، ده كان موضوع النهارده. فلو انت لسه مكمل معايا لغايه دلوقتي والحلقه عجبتك، استاذنك تنزل تعمل لي لايك وتشترك في القناه. شكرا ليك.